ايه ده؟ ده هارلي ديفيدسون سبورتستر اس 2024. بس شكلها اول مره اشوف. الشكل نزل 2021. حتى بص الديزاين بتاعه مختلف، شكل الموتور والشكمان، وده القديم منه. طب وده كام سي سي؟ ده 1250 سي سي، بس خلي بالك تبريد ميه. القديم منه كان تبريد هواء، والاثنين سير، بس ده السير من الناحيه الشمال وانت راكب، وده السير من الناحيه اليمين. هما القديم كان كام سي سي؟ الاثنين كان في منه اثنين 883 سي و1200 سي، بس الاثنين كانوا نفس الشكل ده برضه. يعني الجديد 1250 سي سي بس؟ لا، في منه ثلاث موديلات. في السبورتستر اس اللي قدامنا ال 1250 سي سي، وفي سبورتستر اس نايت ستير ونايت ستير سبيشال. الاثنين 1000 سي سي وحجمهم اصغر، بس السبيشال بيبقى كرسيين مش كرسي واحد زي ده. تانك البنزين كام لتر؟ تانك البنزين بتاعه 12 لتر. وشفت الشكل الفرد دي قبل كده؟ ليه شكلها غريب؟ والله ما اعرفش، ممكن تسال المهندس اللي صنعها، بس انا من وجهه نظري عشان الموتوسيكل حجمه صغير وقوي فممكن تدي استابيليتي على السرعات العاليه. بس اللي اعرفه ان الفرده اللي قدام مقاسها 160 70 17، والفرده اللي ورا 180 70 16. طيب وعلى كده هو قوي؟ طبعا 1250 سي سي على وزن 228 كيلو و121 حصان. وخلي بالك فرامله قويه جدا على القوه دي. الفرامل بتاعته اي بي اس بريمبو، وبريمبو دي من اقوى الشركات المصنعه لانظمه الفرامل في العالم. بتلاقيها في سوزوكي وهتلاقيها في بي ام، حتى الاتش 2 ار اسرع موتوسيكل في العالم برضه بريمبو. ايه الاوبشن والتكنولوجيا اللي فيه؟ اول حاجه حضرتك ممكن تدوره والمفتاح في جيبك. تعالى معايا نعمل كده. العداد بتاعه شاشه تي اف تي. عندك كذا مود، سبور ورين ورود. عندك كروز كنترول، وعندك سخانات مقابض، وعندك اوبشن نافيجيشن، بس لازم ننزل الابلكيشن بتاع هارلي. ولو انت لابس سماعه مركب خوذه، انت ممكن تلينك التليفون بالموتوسيكل وتتحكم في الميديا كلها من الجزء ده. والاضاءات بتاعته كلها ليد. ده من قدام، ودي الاشارات بتاعته. بعد كده بص على الفرامل من ورا. اصدمني بقى بسعره وسمعنا صوته. طيب سعره لو هتجيبه من امريكا حوالي 17,000 دولار، ده من غير مصاريف طبعا الشحن والجمرك. هو معروض عندنا هنا ب1,200,000. نسمعكم الصوت على طول. هارلي سبورتستر 2024. يمر عليكم ونشوفكم مع حته حلوه زي دي تاني قريبا. سلام.